الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. النهارده معانا فيديو جميل سهل خالص وبسيط، بس حاجه جذابه وهتعجبكم باذن الله. ان شاء الله ربنا ييسر الامور ويصلح الحال، اللهم امين يا رب العالمين. النهارده هنعمل فراخ صدور مخليه ومشويه، متبله ومشويه على الفحم. طبعا من احلى الاكلات الحاجات المشويات اللي هي ايه مشويه. طبعا انا جبت الصدور وتبلتها زي ما انتم شايفين كده اهي، جبتها وتبلتها تتبيله كويسه. طبعا تبلناها بايه؟ تبلناها بخل وفلفل وبصل وطماطم، وحطينا عليها توابل فراخ، وحطينا فلفل اسود وبهارات، وتبلناها تتبيله عاليه، وحطينا لها شويه خل وشويه ملح كويسين وفصين توم. وطبعا التبل ده كله بقاله ايه حوالي 4-5 ساعات كده. اتبلت التتبيله التمام دي واتشربت فيها. هبدا اللي انا بقى ايه احطها على الشوايه بتاعتي واشويها شويه كويسه بحيث ان هي تستوي وما تتحرقش. كده الفراخ بدأت تستوي الوش، وقلبتها على الوش التاني عشان خاطر تستوي تسوية كويسة. بهوي عليها طبعا عشان تستوي على نار هادية ويبقى طعمها جميل جدا. ولو نشفت بالتتبيلة اللي في البولة دي باخد منها وبحط عليها من التتبيلة اللي في البولة دي، تبقى ابللها كده عشان ما تنشفش وتفضل طرية، تبقى طرية وما فيهاش نشوفية ان هي تتحرق والكلام ده كله ولا تنشف. هتستوي وهتبقى جوسي كده، يعني طرية من جوه ان شاء الله. ومعاها واحدة واحدة كده لغاية لما تستوي. انا كده شويتها كويس كلها استوت زي ما انتم شايفين، ممتازة جدا اهي. هبدأ اللي انا بقى ايه اقدمها واظبطها مع مكرونه. عملت مكرونه سباكيتي بالصلصه، وهنظبط ان شاء الله الاكله تبقى مظبوطه جدا وشهيه جدا باذن الله. مكرونه بالصلصه مع فراخ مشويه على الفحم، احلى فراخ مشويه على الفحم هتعجبكم. طبعا الفراخ محمره وشكلها جميل جدا في الشوي، وطريه جوسي من جوه. ليه بقى الطراوه دي؟ وانتي بتشوي بتجيبي من التتبيله وتتبلي عليها، تبلليها بالتتبيله عشان تفضل طريه معاكي من جوه وما تنشفش. لان لما الفراخ بتتشوي على الفحم مباشر بدون التتبيله دي بتبقى ناشفه. انت كده خليناها طريه جدا وطعمها جميل وفي نفس الوقت محمره، وبالف هنا وشفا لكل اللي ياكل. وقدمنا معاها مكرونه، صوص المكرونه. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس واكتبوا لي الكومنتات الجميله، وان شاء الله بالف هنا وشفا لكل اللي ياكل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.